الملك محمد الخامس رحمه الله، فكان كذلك يعني وقع لقاء ما بينه وما بين بعض المبعوثين من الحكومة الفرنسية، وكان سمعوا منه كلام خطير كثير. ما الذي قام به محمد الخامس بعدما اختطفكم الفرنسيين؟ قام وخذ موقف يشرف وهدد حتى يعلن الحرب ضد فرنسا، وهذا مش كلام فقط. محمد الخامس كان موقفه من أروع ما يكون. طيلة سجننا وحتى خرج من السجن وشفته بعدين، كان موقفه رائع مع يعني فيما يخص القضية الجزائرية، كان موقفه من أروع ما يكون. طيب الآن وأنتم في السجن وكل لكم محامين، كان واحد منهم كان مغربي؟ كان واحد منهم مغربي، هو عبد الرحمن يوسفي الآن رئيس الوزراء. نعم. كان هو المحامي الخاص به. كان آخر هو من أصل جزائري، كان مستشار الملك اسمه شرقي. هذا الرجل عنده مقدرة هائلة في المحاماة، يعني رجل رائع، يعني محامي من طراز الرفيع، وكان في نفس الوقت مستشار قانوني للملك محمد الخامس. محمد الخامس هو الذي وكل لكم المحامين؟ اي نعم، كان هو الصلة ما بيننا وما بين محمد الخامس. إذا توضيح أكثر من هذا ما كاينش، لكن فكرت واحد المسألة أخرى، أن كاينين الناس اللي كيتكلموا غير الفرنسية وما كيعرفوش العربية، ولهذا اختاريت لكم كذلك تصريحات ديال واحد من أبرز القادة ديال الثورة في الجزائر اللي هو المرحوم حسين أيت حمد. Le roi Mohamed V a proposé de donner son fils en échange de la libération des autres qu'il avait reçus. Donc le roi Mohamed V avait proposé de vous échanger vous cinq contre son fils, donc vous étiez vous emprisonné à Alger, et de faire l'échange avec son fils. Ah, tout à fait, mais je crois que ce qui est important, la déclaration très forte du roi a eu quand même un retentissement formidable du point de vue de l'opinion et surtout du point de vue de la façon dont les Américains et les autres conçoivent. Parce que de tout temps, ils ont protesté contre la solution guerrière du problème algérien. Les Français n'avaient pas... avait peur de perdre aussi la monarchie marocaine. Et puis il y avait aussi, je devais faire venir un bateau d'armement des États-Unis au Maroc, et c'est le prince héritier Moulay Hassan auquel je me suis adressé qui m'a dit je vous donne la licence, je vous autorise à faire ça. الملك ولا الملوك يعني ولا السلاح كيجي لحنا من الخارج، يجي ينزل في دار البيضاء، شكون اللي يستقبلوه؟ مغاربه. الجيش الملكي. الجيش الملكي هو اللي يستقبل، يخبيوه عندهم ومن بعد يعيطونا حنا نديوه. هذه في وقت محمد الخامس وفي وقت حسن الثاني. حسن الثاني قال لك شوفوا احنا نعطيكم السلاح، وعطونا السلاح هما بروحهم. قال لك بصح ما نحبوش كرتوشه واحده تحت في بلدنا نديوه، نروح ديريكت ندخلوه ولا ندخلوه. هكذا كان الحال. اكيد غادي تقولوا لي شكون اللي روج لهذا الاكاذيب؟ اكيد الناس اللي هما عندهم مصلحه، الا كان ممكن نسميهم الناس، الاشخاص اللي هما طاروا ضد الثوره الجزائريه نفسها. اللي كيروجوا لهذا الاكاذيب هما نفس الاشخاص اللي شدوا بن بله وحطوه في الاقامه الاجباريه اللي قضى فيها ازيد من 15 سنه. اللي كيروج لهذا الشيء هما نفس الاشخاص اللي حكموا على حسين أيت حمد بالاعدام قبل ما يتمكن من الهروب من السجن ديالو ويمشي لسويسرا يعيش في المنفى. الاشخاص اللي قتلوا محمد خيضر في 1967 يلا استقلت الجزائر. اللي روجوا لهذه الاكاذيب هما نفس الاشخاص اللي قتلوا كريم بن قاسم في 1970. الاشخاص اللي روجوا لهذه الاكاذيب هما نفس الاشخاص اللي قتلوا محمد بوضياف امام اعينكم وامام الكاميرات ديال الاعلام. اللي كيقوم بهذا الشيء هما نفس الاشخاص اللي حكموا على محمد بوضياف بعد الاستقلال بالمؤبد، وبعد ما مشى للمغرب وعاش فيه ل 30 سنه، نفس الاشخاص نهار اللي رجع هما اللي قتلوه امام عدسة الكاميرات ديال العالم كله. اللي كيروج لهاد الاكاذيب هما الاشخاص اللي اليوم الا تكلمتي تدخل الحبس، والا كنتي على برا يحيدوا لك الجنسيه.
ماشي المغاربة، واسمحوا لي. وأذكركم مرة أخرى أن الفتنة أشد من القتل. إلى اللقاء.